السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين، وفيديو جديد عن أحداث اليوم بتاع امبارح. بدأ اليوم بزيزو في الأهلي وانتهى ب3-0 بتوع ريال مدريد. يوم كروي غير محبب ليا بالمرة. ويقول لي كورة الله يخرب بيت الكورة على اللي اخترع الكورة، على اللي دخل لنا الكورة، على اللي بيشتغل في الكورة، ده يلعنهم كلهم. الله. احنا النهاردة هنتكلم عن قصة زيزو وازاي راح الأهلي وليه راح الأهلي، وكلمتين كده لجماهير الأهلي وكلمتين لينا احنا كجماهير زمالك. أولا كده، زيزو راح الأهلي مع السلامة، المركب اللي تودي. زي ما عملتك هعمل غيرك، وزي ما جبتك هجيب غيرك. وانا اللي عملتك، وانا اللي عملت امام عاشور، وانا اللي عملت اشرف بن شرقي، وانا اللي عملت رضا عبعال، وانا اللي عملت كل اللعيبه اللي الاهلي خدها دي. انا اللي عملتها. انا الزمالك، انا الزمالك مش اي حد تاني. يبقى احنا عندنا كيان اسمه نادي الزمالك، هو اللي عمل اللعيبه دي، وهو اللي يقدر يعمل غيرها، وهو اللي هيقف على رجليه وهيكمل. لان احنا مش هنموت طول ما انا وانت واي واحد من جمهور الزمالك موجود. الزمالك مش هيموت وهيفضل موجود غصب عن عين اي حد. تمام. فزيزو راح الاهلي مع السلامه، هعمل غيره، ولو ما عملتش غيره برضه هفضل موجود وبالسلام. ده كلمتين لزيزو، يعني هي مش هتقف عليك والله العظيم، ومش هتغرق، لان هي ما بتغرقش. ده كيان اسمه نادي الزمالك ما بيغرقش وما بيقفش على حد. انت رحت، هيجي غيرك، وما جاش غيرك احنا مش هنموت، هنشجع برضه. احنا هنشجع الزمالك برضه، لان احنا موجودين عشان نشجع الزمالك مش عشان نشجع لعيبه. ورساله لجماهير الزمالك بالمره بقى: حبوا ده بس، حبوا ده بس، حبوا ده بس، ما تحبوش لعيبه، ما تنجموش لعيبه على حساب النادي. انت اديت لزيزو اكبر من حجمه، ما تديش لحد اكبر من حجمه، حطه في حجمه الطبيعي. ده لعيب كوره بياخد فلوس، ما انت ما تديلوش. اي لعيب كوره بياخد فلوس فهو موظف، فانت تتعامل معاه على هذا الاساس ان ده لعيب موظف. شغلته ان هو موظف يلعب لك كوره كويس. يعني مش لما يجيب جون كويس هو كده عمل لك حاجه، هو عمل اللي عليه، هو ادى شغله بشكل كويس. نسقف له ونقول له تمام، بس ما تديلوش اكبر من حجمه. ما تحبش لعيب اكبر من النادي، ما تكبرش حد على النادي، علشان انت بتشجع الكيان مش بتشجع زيزو. لو بتشجع زيزو روح شجع الاهلي معاه، هو راح الاهلي خلاص. تمام. عشان نقفل الموضوع ده والقصه ده، نيجي بقى للملابسات بتاعه الموضوع بتاع القصه. بدات ان زيزو عقده خلص من اخر سنه له السنه دي زي ما الناس عارفه. انا كاداره المفروض المطلوب مني اعمل ايه؟ انا عندي اهم لعيب في الفرقه، اللاعب اللي شايل الفرقه بقاله 3 سنين. ما سيبك من اللي هيقعد يقول لك ده بتاع ضربات جزاء، ده بتاع مش عارف. لا لا، زيزو لعيب كبير، وزيزو اضافه فنيه للاهلي، وهيضيف له وهيفرق معاهم بشكل كبير. زي ما امام عاشور فارق معاهم. امام عاشور مكسبهم امبارح، موصلهم دور الثمانيه في موصلهم نص النهائي في افريقيا امبارح. فانت زيزو لعيب كبير ومحدش يقدر ينكر، ومحدش يقدر يقول لك زيزو لعيب بلانتيات، زيزو بالونه، زيزو مش. هم كانوا بيقولوا عليه كده عشان هو عندك، لكن لما يروح عندهم هتتفرج هيقولوا عليه ايه؟ لان هو لعيب كبير ولعيب محترف، وعقليته عقليه لعيب محترف. دلوقتي انت حب النادي بس، وما تحبش اي حد تاني غير النادي. حب النادي بتاعك بس. زيزو يمشي هيجي 10 زي زيزو، وما جاش 10 هتبطل تشجع الزمالك، يبقى انت مش زملكاوي اساسا. بالنسبه بقى للملابسات واللي حصل، ان هذا خلص. المفروض انا كاداره ناس بتعرف تفهم، عندي حل من الاتنين. فاضل لي سنه في عقد لاعب، اهم لاعب عندي في الفريق. هدرس الامكانيات الماديه اللي معايا، واشوف هل انا هقدر اجدد له واديله طلباته الماديه اللي هو عايزها. هعمل جلسه مع اللاعب اقول له: تعالى يا زيزو، تعالى يا حاج ابو زيزو، نقعد على المكتب نشوف انتوا طلباتكم ايه. تمام، هم ادوك طلباتهم ويمشوا. انت تقعد بقى مع نفسك كده، مع مجلس الاداره بتاعك يا كابتن حسين، وتلموا بعض كده وتقعدوا، بدل ما انتوا كل واحد فيكم في حته، احمد سليمان في حته. انتوا يا حبيبي رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، مش رئيس مجلس اداره شركه من شركاتكم هتقعدوا تتخانقوا. انت مجلس اداره نادي الزمالك. فتقعد وهنغير الصوره الذهنيه. صحيح هنغير الصوره الذهنيه. فين الصوره الذهنيه اللي اتغيرت؟ فين الصوره الذهنيه؟ محمود الخطيب جه فرشت له سجاده حمراء وهو عمال يلبكم. خد زيزو والويتش في الطريق، وحسام عبد المجيد بعد كده، ومحمد السيد بعد كده، وبقيتوا انتوا اكاديميه للنادي الاهلي. الاهلي عايز يعمل في مصر زي ما بره في فرنسا موجود، وفي المانيا ان البايرن هو في المانيا هو الكل في الكل، وبياخد لعيبه المانيا كلها. وفي فرنسا باريس هو الكل في الكل. فالاهلي عايز يعمل كده، يبقى في مصر الاهلي بس. لكن ده مش هيحصل طول ما احنا موجودين، ده مش هيحصل. احنا هنفضل برضو كابوسو. حتى لو بنكسب كل 5 سنين دوري هنكسب، وهنفضل وهنشتغل عايزين بس اداره كويسه، اداره للنادي بشكل كويس. ناس تبقى خايفه على النادي، مش جايه عشان تقعد على الكرسي عشان تعمل لنفسها هايب وخلاص، تعمل لنفسها دعايه وخلاص. هاني بيرزي والجماعه دول جايين يعملوا لشركاتهم دعايه بس، مش قلبهم على النادي. وانا كمان ضد فكره ان انا رجل اعمال هو اللي يجي يجدد لي. يعني ايه رجل اعمال؟ انت كيان كبير يا حبيبي، انت تستنى رحمه، تحت رحمه رجل اعمال زملكاوي حتى لو زملكاوي. ليه ما تعمل لنفسك سيستم تمشي عليه وتشتغل بشكل كويس، علشان خاطر تطلع منتج كويس ترضينا احنا كجماهير. نرجع تاني بس للإدارة.
المفروض انا جبت اللاعب عندي حل من الاتنين، شفت طلباته، يا هبقى يا انفذ له الطلبات اللي هو عايزها هو ووالده وادي له الحاجات اللي هو عايزها، يا هقول له يا باشا ايه خد بعضك ومع السلامه، او هبيع مش خد بعضك ومع السلامه يعني امشي. انت جاي لك عرض من اللعيب ب 11 مليون جنيه، ب 11 مليون دولار، بيعه، بيعه ب 11 مليون دولار، انت مش انت عارف ان انت مش هتقدر تجدد له، بيعه استفاد منه، استفاد منه ودخل مداخيل ليك، انت اصلا عليك قضايا بسم الله ما شاء الله والدنيا زي الفل والحياه حلوه، فخد سد القضايا اللي عليك وابدا اشتغل بيعه، حتى لو كنت هتبيعه للاهلي بس انت استفدت منه، انت مش هتقدر تجدد له. تمام. يا اما الحل التاني ان انت تقعد وتجدد له وتشوف طلباته وتنفذها، ما قدرتش انت لا تعمل ده ولا تعمل ده، قلت اصل الجماهير هتزعل، ايه يعني معلش في الكلمه حضرتك، احنا انت رئيس مجلس الاداره، رئيس مجلس اداره النادي، الجماهير هي اللي بتدير، يعني هي لو الجماهير هي اللي بتدير فاحنا عايزين زيزو دلوقتي، احنا عايزين زيزو يقعد دلوقتي، قعد لنا زيزو بقى، يعني لو هي الجماهير هي اللي بتدير قعد لنا زيزو دلوقتي يا كابتن حسين. لكن انا بكلم مين؟ ده واحد بيشرب علبه سجاير تم يا جدعان، ده واحد بيشرب علبه سجاير تم وولعها، رئيس نادي الزمالك بيقعد في المدرجات يشرب علبه سجاير تم، احنا رايحين في داهيه، الدنيا خربانه. نيجي بقى لايه؟ جماهير النادي الاهلي ورساله لجماهير النادي الاهلي، رساله لكل اصحابي واخواتي الاهلاويه، مبروك عليكم زيزو يا عم، مش انتوا عايزين نقول كده مبروك عليكم زيزو. بس انت، انا عايز اسال سؤال بس والله العظيم سؤال منطقي جدا وعايز اجابه، انت ما بتسالش نفسك انتوا جبتوا الفلوس دي كلها منين؟ انت ما بتسالش نفسك بعد كده لما زيزو ياخد 100 مليون في السنه، ده غير منحه التعاقد والفلوس اللي هياخد 50 مليون اللي ابوه خدهم، انتوا هيحصل ايه في اوضه اللبس؟ انا بقول لك اهو مش هيحصل حاجه في اوضه اللبس طول ما اللي في بالي موجود وبيدفع، مش هيحصل حاجه في اوضه اللبس، واللعيبه كل واحد هياخد اللي هو عايزه، يعني لعيبه الاهلي كل لعيب هياخد اللي هو عايزه، ليه؟ في راجل اعمال، رجل اعمال بدون ذكر اسماء بقى، هو في الصحراء الشرقيه كده، راجل اعمال ماسك الصحراء الشرقيه كلها، انت عارف هو جايب فلوسه منين؟ انت يا باشا بقيت نادي غساله، بتغسل فلوس بس، كل اللي انت بتعمله ان انت بتغسل فلوس لرجل الاعمال ده، بتغسل له فلوسه اللي هو جايبها، جايبها من دم اخواتك، يلا، جاي هو جايبها من دم اخواتك، يا اللي انت فرحان بصفقه زيزو وهتفرح بصفقه الونش وحسام عبد المجيد يا باشا انبسط، وطول ما انت كده انت مفكر ان انت كده بتنافسني يا باشا، انا هبقى مبسوط ليك ان انا شايف ان انت نادي اصلا ما عندكش اي حاجه غير ان انت تاريخك كله مبني على الانديه التانيه، بدأت بالاسماعيلي وشوف الاسماعيلي راح فين، بس احنا مش هنبقى زي الاسماعيلي والله العظيم ما هنبقى زيه، طول ما احنا موجودين احنا مش هنبقى زي الاسماعيلي، لو انت مفكر ان انت عشان جماهير الاهلي كده انت هتبقى زي الاسماعيلي، انت مش هتبقى زي الاسماعيلي، احنا مش هنبقى زي الاسماعيلي نهائي، احنا نادي عنده كيان هيفضل موجود طول ما احنا، طول ما انا وانت وجمهور الزمالك كله موجود قاعد بيشجع النادي بس ما بيشجعش لعيبه، فانت نادي تاريخك كله مبني على ايه؟ على سرقه لعيبه الانديه التانيه، ما عندكش اللعيبه اللي من عندك ما بتعملش تاريخ. تمام. دلوقتي انا هبقى مبسوط وشايفك كده وانت عمال تاخد بطولات وبتاع، واللعيبه هي اللي بتجيبها لك، انت لعيبه هي اللي بتجيب لك البطولات دي، اللعيبه اللي انت واخدها من عندي، كمان في كلام ان انتوا عايزين تاخدوا مصطفى محمد، يا باشا ما هي حنفيه فلوس، ده بسم الله ما شاء الله ده ملايين الدولارات، هيوديهم فين يعني ولا هيخرجهم فين؟ وبعدين ما احنا البلد حبيبتنا واحنا حبيبه البلد، بس عايزين نظبط الاداء عشان يبقى شكلنا حلو يعني، فانت بقيت نادي غساله، اسمك المفروض يغيروا الاسم والله دلوقتي بجد، رساله لاداره الاهلي يعني، شيلوا اسم الاهلي ده وخلوه نادي الغساله للالعاب الرياضيه، مش محتاجه حاجه يعني. فبما ان انت نادي غساله هي مش ناقصه تحفيل ومش ناقصه اي حاجه، ولا اقول لك حفل براحتك ايه يعني، وانتوا يا جماهير الزمالك ما تزعلوش ما تضايقوش، لا والله العظيم حبوا ده بس، اعملوا زيهم، اعملوا زيهم في الحته دي، هم بيحبوا ده بس، اللعيب اللي بيلعب ماتش وحش بيطلعوا عين اللي جابوه في المدرجات، فانتوا حبوا ده بس، واللاعب اللي يلعب لك ماتش كويس سقف له في الملعب وخلاص وخلصت على كده، ما تطلعش بره تقول لي زيزو نجم، زيزو احسن لعيب في مصر، زيزو مفيش منه الكلام ده، خلاص نجم النادي بتاعك بس، انت بتشجع الزمالك مش بتشجع لعيب، يرحل من يرحل ونبقى نحن، احنا جماهير الزمالك وهنفضل طول عمرنا بنشجع النادي ده، لاني انا اتولدت بحب النادي، ما اعرفش ليه، انا ما اعرفش ليه حبيت الزمالك، بس هو الزمالك شبه حياتنا والله في حاجات كتير، يقع ويقوم يقع ويقوم يقع ويقوم، ف في سنس مش كل شويه بطولات 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 بطولات، انت بتمل، وبعدين النادي الاهلي اصلا كل معظم البطولات اللي واخدها بطولات مشبوهه، احنا مش هنقعد نتكلم في الحاجات دي عشان الاهلاويه بيزعلوا. فكابتن حسين، يعني انا اتمنى بعد ما زيزو راح الاهلي، مش عشان زيزو راح الاهلي والله، عشان خاطر ادارتك للنادي اصلا الفتره الاخرانيه، حضرتك الاداره السليمه ان انت بتحافظ على روح الجماعه، بتستشير المجلس بتاعك، بتاخد قرارات صحيحه او قرارات خاطئه بس بتتحمل نتيجه اخطائك، والاخطاء بتعدل من غلطك، لما بتغلط بتعدل من غلطك، ما بتغلطش نفس الغلط مرتين. فدلوقتي انت اتمنى يعني ان انت تقدم استقالتك وتشوف لك كشك سجاير تفتحه، كشك سجاير تم تفتحه،